بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أثناء جولتنا أحبابنا الكرام في هذه الجولة المباركة وبرنامجنا المبارك، ما شاء الله تبارك الرحمن، لقينا الشباب أهل الخير اليوم ما شاء الله، وإن شاء الله كلنا أهل الخير متجمعين وطالعين، وما شاء الله تبارك الرحمن طبخ وفله وناسه وفي راسها الطعس الزين والجلسة الزينة. فأحببنا أن نزورهم وناخذ حتى ما عندهم، يعني كثير من الناس اليوم مطاوعة ما يطلعون ما شاء الله كلهم يوزعون ابتسامات ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ما شفنا من هذه المطاوعة إلا الابتسامات والعلوم الزينة، لأنهم الله يجزاهم خير أخذين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ابتسامة في وجه أخيك صدقة. فهذا من باب أنك تبتسم دائم. فما شاء الله أول شيء نتعرف على الشيخ ويعني أول مرة تطلع ولا متعود على الطلعات؟ أول شيء خلينا نتعرف باسمك. طيب، معكم الاسم عبد المجيد بن ناصر الجاسر. أنا محالك طبعا مي إلا أول مرة أطلع، يعني كذا مرة طلعت، لكن عاد في قناة الصحراء يمكن هي أول مرة أطلع. طالب جامعي. تطلع في القناة، قلت تطلع في البر يعني. في البر عز الله ما طلعت من البر، في البر طول عمري. طيب بعض الناس يقول مطاوع الحين يطلعون في البر يبكون، يعني أكثر المطاوع الحين طالعين تلقاهم يا يبكون عند كفر ولا كلهم والله أنت تبغى الصدق، يعني احنا نحط صف قدورنا ثم نبتي لين يطيح اللي في راسنا. لين يصرفونه. يعني لا صرفوه في ذاك اليوم. لا صف طعمك يدور ود لا، ثم صف 4 من هنا 4 ثم بتاع لين يطيح في راسنا. لا الحمد لله اطلع وسعة صدر فلا، واتوقع اللي يعني كنا في مجتمع واحد يعني، ونظرية انه يطلعوا ويبكون يعني نظرية قاصرة، يعني اللي بيعرف يعني كثير من الشباب اللي ظاهر الاستقامة يعرف الكلام هذا غير صحيح. والسعادة سعادة الروح، يعني بكثرة الابتسامات والضحك، ياما ناس ضحكوا وابتسموا وسعد صدر، واخر شيء تلقاه منتحر ما يكمل يوم الا هو منتحر. فالدليل ان السعاده سعاده القلب، يعني لو الانسان تشوفه الحين قدامك ساكت وابتسامه خفيفه وتحس انه يعني مو بفاله ولا هو مرتاح، لكن الصحيح تلقاه فالها ومشرع بيبان صدره ما شاء الله. لكن عاد السعاده سعاده الروح. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: فمن شرح الله صدره. صح، الدعوه انشراح صدر وليست ابتسامه وجه. صحيح. واجهناهم كثير من اللي اليوم تلقى عنده اموال وعنده كذا، لكن فاقد وشو؟ فاقد الدين. صحيح. واهم شيء الدين. اهم شيء الدين، ترى مو المشكله انك تموت انت ما عندك دنيا، المشكله انك تموت ما عندك دين. سبحان الله. عاد الشيء بس يذكر انه هو المذيع. استنى. لا خلاص، لا بقطع السالفه، لا خلاص. هذا واحد من المشايخ من الدعاة جزاه الله خير ذكر قصه، يقول يعني قصه يعني مو بسمعها في شريط ولا قراها في كتاب ولا يعني قصه صارت بنفسه يعني، ويقول لي يعني قبل يمكن يومين او 3 ايام. يقول طال عمرك في احد الشوارع الكبيره في الرياض ما ودي اذكر اسمه، وقفه واحد يشوف يشتري له واحد، وقف السلامات وش المشكله عندك؟ الرجل طلع يعني حالته رثه شوي ويمشي على رجلينه كعابي، ولا حوله يعني سيارات ولا حوله مباني ولا حوله استراحات بعيده يمين ويسار. فبعد الاخذ والرد انا ودي اختصر قصه عشان ما استثر بحديث بقى البرنامج نهايته. فيقول ان الرجل يعني حالته الماديه مين متوسطه فوق المتوسط، يعني حالته الماديه ممتازه وورث من اهله وابوه يعني شيء كايد، لكن عاد جعل له استراحه وحط له القبو فيه جميع المنكرات، حشيش ومخدرات وبلاوي واشياء يعني تكرم عن ذكرها. ف بعد الاخذ الرد وش فيك وش اللي ما فيك يشرح له الوضع، فقال الحين ضايق صدري ضايقت فيه وسيعه، يعني لو ما جيتني يمكن اقرب قزازه اشق فيها عرق من عروقي ولا اذبح نفسي ولا انتحر ولا خلاص. فبعد ما ذكر بالله عز وجل يعني كان ما يعني استحسنت حاله وطابت اموره. فاقول سبحان الله، شوف كيف متيسر الامور اشياء كثيره، ويدور يعني يمشي في الشارع ضايع تايه ما حوله احد. فاقول صراحه السعاده سعاده القلب، لو رغم انسان مع شيء بسيط من الدنيا لكن تلقاه مرتاح، وشيء اخر او انسان اخر حالته يعني عكس الاول. يقولون مطاوع انهم يقولون قصايد وشيلات حلوه. والله ما ادري، انا ما اذكر قد سمعتوا قصايد انتم؟ لا احنا ما نسمع. لا قران بس. اللي بالعكس هم ان شاء الله فيها قران وفيها قصايد وفيها قران وقصايد ولا تبعينا بعد شيء. رادو الصحراء ترى عند الشيخ. رادو الصحراء عند الشيخ ما شاء الله. ترى الصحراء ما لها رادو. ما لها رادو بس ان شاء الله بيصير لها رادو قريب. رادو الصحراء. طيب عطنا شيله كذا. حذاء اعطي القوس باريها، انا ما مكذب عليك.
ما ودي اسمع صوت، واخر شيء المشاهدين يغيرون القناه. طيب انا ابغى يعني ناس عندك طال عمرك الجار جزاه الله خير صوته جميل نسمع منه ما عندنا مشكله. احنا قد ما ان جالسين الان سوالف وناسه وتغيير جو افضل من ان الواحد يعني اليوم يعني بعض الناس الحين يوم مطاوع. يا اخي المطاوع بالعكس، المطاوع حتى في لعب الكوره فله يا اخي، ولا لا مو بنص؟ لا صحيح الحين مطوع يا اخي يلعب مع مطوع كوره شلون؟ طيب انا بقصرها لك دقيقه اصبر. مطوع لا تشطح. مطوع الحين مطوع يلعب مع مطوع، العب جزاك الله خير، هو يقول العب ناول لي جزاك الله يستلم غفر الله لك يناول. اذا جابوا هدف من اللي جاب هدف يقول فاعل خير الله يجزاك خير. يعني هذا المطاوع اذا ضيع حجم الله ياخذك للجنه. امين. هنا اسلم. هذه يعني لعلي عاد ابدا فيه ما ودي اطول. هذه كنا طالعين مع الشباب، مجموعه من الشباب في عام 1430 طالعين للصمان وكنا مخيمين، وكان في واحد من الشباب الله يذكره بالخير. طبعا كلكم مطاوعه؟ اي لا كلنا شباب. يعني انت ما تمشي الا مع مطاوعه؟ لا اي هذه منتهي منها، ما ودي اكذب عليك، انا ما امشي الا مع شباب مستقيمين. اذا ما اقدر اقدمني ما يخرني. اما اني امشي مع واحد بحجه انه منيس ولا وسع صدر ولا موتره زين ولا مثلا قريب لي ولد عمي، سلام حق صله الرحم وبس. اما قضيه صحبه واخوه لا، ما اخاوي طال عمرك الا شراك الرياجيل. ف طالعين الصمان، فكان في واحد من الشباب كل ما جلسنا حطينا العشاء ولا الغداء ولا الفطور قال وين الشطه؟ راعي شطه كل ما حك عود بحصان. عاد انتم من المطاعم مشهورين بالاكل اولكم انا والله صار كل شيء. انت ما بقيت شيء غير مطاعم، كل شيء مطاعم مشهورين مطاعم. بس انا اول واحد يعني انا معكم يا اخي بالقافله. سلمت. فكان في واحد من الشباب كل ما حك عود بحصان شطه فرقنا كره شطه وين احسبوا حساب العشاء يعني. فجزاه الله خير ابو ابراهيم ابلغ السلام من هنا. فاشغلنا، وكان في واحد بعد ثاني يتمحرش يبغى المشاكل، يسب يذب ينكت زينه شينه باللي يبغى بس مشاكل. فصارت في جلسه يعني قصايد وشيء بسيط من الامور هذه، فكتبت بيتين رديه، بس طبعا الشباب عارفين الوزنيه، يعني يشيل الشطر الاول والثاني والثالث وبعدها والراس مرفوع والرايات مرفوعه. ونبيها جلد شاله. لا ما يحتاج الحين انا اللي بنبهك بس هم منبهين. طبعا انا بشيل الشطر الاول الثاني الثالث انتم معي ردوا، واتمنى يكون الصوت واضح بحيث يعني المشاهدين. اقول يا لا لي يا لا لي يا لا لا يا لا 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 يا لا لي يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 والراس مرفوع والرايات مرفوعة والراس مرفوع صوت والرايات مرفوعة. خوينا اسمه ابو خضيري، يا ابو خضيري تراك شغلتنا بشطة، واللي يشوفك يقول مدبل القطة، وان جيتك والله لشوفك حاطنا العطة والراس مرفوع والرايات مرفوعة والراس مرفوع والرايات مرفوعة. ويا ابو سعيد تراك شغلتنا شغلة، المجد والعز لاهل البن والدلة، وان جيتك والله لسل السيف سلة والراس مرفوع والرايات مرفوعة والراس مرفوع والرايات مرفوعة. يا ابو هليل ترى الاقدار مكتوبة، وطيب القصايد من الشعار مطلوبة، صبر علينا ترى ما نقول معيوبة والراس مرفوع والرايات مرفوعة والراس مرفوع والرايات مرفوعة. بيض الله وجهك وانا اجيزك. الله يجزاك خير. انا اجيزك ما شاء الله تبارك الله. يا الله هلا البيرك. كان حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم كان يعني دائما يقول الشعر للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اهجهم يا حسان ابي انت وامي. فيعني الشعر حسن وحسن وقبيح قبيح، لكن انت الله يجزاك خير علقت على ذا الشطه ما لقيت. لا انا قصف. طبعا القصائد هذه الابيات مو بابيات شعريه بس مداعبات مع شباب في روحه وجيه. فهذا هو. احنا احس انك متقاول مع المايك عشان كذا. الشيخ وش اسمه نتعرف عليه؟ تفضل يا ابو. اخوكم عمر بن عبد العزيز العمري. ونعم. الله يحييك.
حياك الله شيخ عمر بن عبد العزيز العمري. اي نعم. حياك الله. طبعا ما شاء الله يعني إن لما نشوف الشباب اللي مثلكم وشرواكم احنا ننبسط ونستانس والله العظيم حتى تنشرح صدورنا يعني. لكن انا مستغرب ليش ما اخذتوا معكم واحد مو ملتزم 2 يصيرون معكم ولا ما ودكم؟ لا هو شوف احنا نرحب يعني بالجميع بس احنا اخويا اصلا. بيننا روحات وجيات وربع يعني لنا فتره فمستمرين. ان جاء احد يعني قريبه ولا ولد عمه ولا جاره ولا شيء حياه الله نرحب والسعه. لكنه يعني احنا اصلا ربع وبيننا يعني سنين وحنا اخويا. الحمد لله. يعني انتم من زمان انتم مطاوعه ما شاء الله. الحمد لله. صحبه واحده. عسى الله يثبتنا. الله يثبتنا وياكم. هذا طبعا حتى وصيه الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وياكم. اللهم امين. عطنا مشاركه، نبي مشاركه بما ان اليوم يعني احنا كل واحد بيمر عليه ياخذ من المشاركه. ما نقدر نقول لكم شيء المطاوعه، كلكم مطاوعه، كل واحد بنخلي مقرف يمر عليه يعطينا مشاركه، هذا اللي نقدر نقول. تفضل. والله صراحه يعني ما فيه ذيك المشاركه الا ابيات يعني اذكرها. اخوكم مو بشاعر مو مثل ابو حاكم. ما شاء الله. ابيات اذكرها لسعد بن جدلان. الله يوفقه ويحفظه. اسال الله ان يهديه، قولوا امين. اللهم امين. يشرح اسال الله ان يهديه ويهدي حتى قلوبنا احنا. اللهم امين. طبعا امسي عليه بالخير. يقول سعد ودنا بالطيب بس ان الدهر جحات طيب كل ما تخلص الى الناس كانك تغشها يدك لا مدت وفاء لا تحرى وش تجيب كان جتك سالمه حب يدك وخشها. فهذه ابيات يعني صراحه وقعت على القلب. كمل طيب. كل ما شعلت نار المحبه مع حبيبي. لا هذه حافظ البيتين هذه. ولا تبي المطاعه ما تبغى الحبيب. لا عاد الغزل عند لا لكنها يعني تقع على القلب وتجد يعني مصداق هذه الابيات يعني كثير بين الناس. لا بالشرك يعني. هي شوف هي لناس معينه وبالعكس الطيب مثل الطيب. نعم. كل ما احترق كل ما زاد طيبه. فهذا الحمد لله. من اللي قال لك؟ بالعكس هذه ممكن مواقف مع الشاعر لناس معينين لكن احنا تداركناها لان حتى صار لنا نفس المواقف ولا الحمد لله. احنا بالعكس نمر على ناس طيبين وهذه الحياه. هذه الحياه منذ خلق ادم فيها الطيب وفيها الخير. فما الحمد لله مثلا انتم مجالسكم ومع بعض وتروحون مع بعض ما تبي العالم ايش تبي؟ معي؟ صحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نبي بما انك يعني الان قلت هالابيات، وش معنى انت قلت هالابيات هذه وليش اخترتها وليش حفظتها؟ لا لان اصلا انا قراتها وقعت في يعني قلبي دقت ها؟ وكذلك يعني تجد مصداق هذه الابيات كثيره بالوقت هذا. ودنا بالطيب بس ان الدهر جحات طيب كل ما تخلص الى الناس كانك تغشها يعني كل ما قدمت لهم ما يرضون عنك يدك لا مدت وفاء لا تحرى وش تجيب كان جتك سالمه حب يدك خشها. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان. اللهم صل وسلم عليه. يعني يكذب الصادق ويؤتمن الخائن. نعم. كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اخر الزمان. انت الان احنا في اخر الزمان وفي زمان اليوم كله. وانت كذلك تقدم الخير ولا ترجو من الناس يعني شكرا وهذا احنا اللي ندوره اليوم. بالعكس احنا اليوم لازم كثير من الناس اليوم يتوقع يعني إن مثلا انك الان راعي خير وجالس تدعو. فانت الان بما انك جالس تدعو وجالس تتحرك لله سبحانه وتعالى لا تنتظر جزاء من الناس. معك ابراهيم بن جار الله الغفيص. ونعم. ما عليك زود طال عمرك. لا بتشرفنا والله بشوفتكم طال عمرك. الله يبارك. الله يعافيك. الله يجزاك. طبعا احنا لما شفناكم والله استانسنا يعني ما شاء الله. احنا اصلا يوم شفناك ما شاء الله احنا مرينا فقلنا حتى الشباب اللي معي كنت اقول لهم ما شاء الله شوف الجلسه ذيك حلوه نلقى شباب النشامه. هذا من طيبك والله. لا ابد هذا من طيبك والله وحنا اكثر والله بشوفتكم. الله يوفقنا وياك ويسعدك. انا صراحه اني استانست لما شفتك صدقني. اسلم يا شيخ عطنا قصيده رسول. اجد نفسي اني صراحه اشكر الاخ ابو عزيز وجميع الطاقم معه صراحه ما قصروا وتعنوا لين وصلوا المنطقه هذه سواء جوله معنا لقاء معنا او لقاء مع بعض المجموعات الاخرى من الشباب. صراحه مكان يعني هو المتنفس الوحيد لاهل الرياض مع بعده وبعد المسافات الا انهم جو وتعنوا
الإخوان جميعا، حتى يطلعوا بعض الناس على واقع بعض الأخوة أو أهل الشباب في البر. فلا أجد نفسي إلا أني أشكرهم شكرا جزيلا صراحة. هذا اللي عندي والله. الله يبارك. الله ما في قصيدة يعني؟ ما أحضرني شيء والله. أنا والله يا أخي خلنا نعطي الشيخ مشهور. تقول ترى عنده الغزل. عندك غزل أنت؟ لا يحضرني شيء والله. شوف إذا كان في غزلية خلها آخر شيء. آخر شيء قل غزلية طول. أعطنا الشيخ مشهور. لا نبي مشهور اليوم، مشهور يعني. أنا أبيك تنقل كثير من الشباب اليوم يعني يقول حنا ملينا ما ندري وين نروح، يعني وين ما رحنا وين كذا، يعني المطوع نفس الطريقة يقول ملينا بعد ما ندري وين نروح. لا ما في ملل عند مطوع. أجل شلون؟ مطوع كل وقتهم فله ولله الحمد، لكن ما ينسى يعني دينه أول شيء. يعني عنده ضوابط خاصة فيه. أي أكيد. مثل يعني صلاته وترتيبه وكذا. لا ضوابط أي مسلم يعني. طيب اللي المفروض تكون عنده يعني. ماشي. طيب مطوع طفشان، الشباب دائما طفشانين، يا مطوع اقرا علينا جننونا كل شوي يقرا علي، يا اخي تعال اقرا علي. ابدا يا اخي بعضهم والله العظيم لو ترى يقرا انا على الشباب. انت تقرا بعد؟ ما شاء الله تبارك الله. اذا كنت تعرف احد ولا احد من الطاقم ترى عادي. ابد شو اسمه شوف لك واحد. لا ابد احنا نجي ونعطيه جرعه فله. ايوه ويمشي بس زي المحطة. محطة إيمانية. يجي يعبي الله أكبر. يفل الفلة ويمشي. طيب يعني الحين الشباب بدوا الحين يميلون لاستراحات ومقاهي جلسات فيها. الحين ممكن برضه نعبر هذه القناة يتابعك ناس اليوم في المقهى، يعني وش ترسل رسالة له؟ صراحة يعني وضع الشباب خاصة في المرحلة الأخيرة يعني وضعهم مزري يعني، ولا ودي يعني أبدأ أتكلم عن وضع الشباب من تالي وأقلب يعني أنت تقول أن المسألة فله وكذا. أنا فله ولو مع الفله ذي نبي رسائل حتى الشباب ينتبهون لها. صراحة رسالة يعني أنا والله زي ما قلت أنا إننا مارين مرور أصلا، فشفنا الجلسة فوق والله ما ندري، يوم جينا لقاكم مطاعم قلنا ما نتعدى المطاعم، بالعكس وش اللي يمنع نصور معكم ونجلس أنا وياك. والله رسالتي لهم الحمد لله يعني أراضي الخير منتشرة خاصة في الرياض، يعني يقام ملتقى ما ينتهي إلا يقام ملتقى آخر ويقام معرض فيه فوائد، والحمد لله يعني الشباب الملتزم ما قصروا مع الشباب اللي نسأل الله لهم الهداية يعني. آمين. يقول حقهم حتى في التحلية كانوا يوزعون عليهم سيديات. ما يوزعون عليهم أرقام. تقال يلتزم. يعني ترقيم إسلامي. هذا زين الترقيم الإسلامي، بس من يدري؟ بس وين الشباب اللي يعني يريد طريق الهداية؟ والله كثير ولا المطوع ما قصر والله فاتحين يدينهم. شوف مشهور، شوف كلمة إن الشباب ما يبون الهداية، بالعكس هداية ما بهدية. الله سبحانه وتعالى يعني آتى كل نفس هداها. صحيح. وكل نفس دائما تحدث بأنها تتقدم للخير، دائما يكون عندها مكافحة في قضية أن يختلط بين الحق والباطل. والدليل وش؟ والدليل حتى إذا جاي يرقد كان يتقلب على جمر الغضاء ولا لا؟ أنت المطاعم ما تلبون الأغاني صح؟ آسف. فعشان كذا يعني أنا أقول دائما تقلبون دائما يا أخي مليت. عشان كذا أنا يعني أقول لو أنه يأخذ له ركعة قبل لا ينام ولا أدنى الكمال 3 ركعات الوتر ورقد على بركة الله وارتاح، ويجيه ذاك الحلم اللي يجزينه هو يبي يتعلم زين. يلا